ورغم البرد القارس أجواء دافئة عاشتها ساكنة مدينة أزرو التي تابعت بشغف أطوار مباراة المغرب الطوغو برسم نهائيات كأس إفريقيا للأمم يوم أمس، وعبرت عن فرحتها بفوز الأسود. محمد أمين نوري وأحمد الفضلي. ليس تهاطل الثلوج وبرودة الأجواء ما يبقي هذه الشوارع فارغة، إنها مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الطوغولي التي ضمت الجميع، كما لو أنهم اجتمعوا حول موقد نار يدفئهم في هذه الليلة الباردة. فوز مستحق لأسود الأطلس بعث الكثير من الدفء في أجساد هؤلاء الذين خرجوا للتعبير عن فرحتهم العفوية بهذا النصر الذي أشعل فتيل الأمل. مقابله ذات المستوى، وكنتمناو الماتش الثاني ان شاء الله الفوز باش ندوزوا الربع النهائي. الحمد لله مع التساقطات الثلجيه حنا فرحانين وزادوا فرحونا المغاربه والحمد لله، وحنا ماركينا 3 البيوت لواحد. الحمد لله الماتش الجاي ان شاء الله 2-0 الكوت ديفوار في وسط الكابون. واخا برودة الطقس سخنونا بهذا الانتصار المنتخب الوطني، وكنتمناو لهم واحد السعاده ان شاء الله مع الايفواريين بشي 3-0 ان شاء الله. وكنتمناو يستمروا في هذا الاداء، وكنشكروا ديما المغرب والناصيري وبوحدوز الدراري زوينين هذوك، الله يخليهم لينا. بون ايكيب صراحه اللي دخلوا بها، وديما المغرب جوي. هذا هو تجلي سحر كرة القدم على الناس، سيما حين يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني الذي لا يزال يحتاج إلى نقطة العبور إلى دور الربع أمام الكوت ديفوار في ثلاثاء. نتمنى أن يبعث دفئا مضاعفا لقلوب كادت تتجمد حين آوت الأسود إلى عرينها بلا نتائج تذكر. للمزيد من الإخبار الحصرية على مدار اليوم والأسبوع لا تنسى الاشتراك في قناتنا. شكرا، والى اللقاء.